قصة نجاح. إزاي التداول غيّر حياتي وبقيت مليونير في سنة. كنت فاكر إن الحياة ماشية في طريق واحد بس، تشتغل، تاخد مرتب بالكاد يكفي، وتفضل تحلم إنك في يوم من الأيام تعيش الحياة اللي تستحقها. بس الحقيقة في طريق تاني، طريق صعب، آه، لكنه ممكن يغيّر حياتك للأبد. وأنا النهارده هنا علشان أحكي لك حكايتي، إزاي اتحولت من شخص عادي بيحاول يكفّي مصاريفه لمليونير في سنة واحدة بس. البداية، الشرارة اللي غيّرت كل حاجة. زمان كنت بقضي كل يوم في نفس الروتين، بصحى الصبح بروح الشغل برجع تعبان وأحس إني مش قادر أتحرك خطوة لقدام. بس كان عندي حلم، حلم إني أكون حر ماليا، إني أتحكم في وقتي، في قراراتي، في حياتي. وفي يوم وأنا قاعد بلف على الإنترنت لقيت فيديو لشخص بيحكي عن رحلته في التداول، إزاي بدأ بمبلغ بسيط ووصل للثراء. بصراحة في الأول ضحكت، قلت أكيد كلام فاضي، مجرد وهم. بس في نفس الوقت كان في صوت جوايا بيقول طب ما تجرب. الرحلة من الصفر للاحتراف، أنا مش الشخص اللي بياخد قرارات متهورة. فقررت أبدأ الأول بالتعلم. قعدت 3 شهور بذاكر كل حاجة عن التداول، بقرا كتب، بتفرج على كورسات، وبراقب المحترفين. كنت عامل زي الإسفنجة، بمتص أي معلومة. كل حاجة كنت بجربها بحساب تجريبي، أغلط، أتعلم، وأرجع أحاول تاني. وبعد ما حسيت إني جاهز قررت آخد الخطوة الحقيقية. دخلت السوق بمبلغ صغير جدا، كنت عارف إن الخسارة واردة، بس ما كنتش بخاف. كنت باخد كل خسارة كدرس مش كفشل. أول ربح حقيقي. في الأول كان الموضوع صعب، السوق متقلب، والمشاعر بتلعب دور كبير. بس مع الوقت بقيت أتعلم إزاي أتحكم في نفسي، إزاي ما اندفعش ورا الطمع، وإزاي أكون صبور. في الشهر الرابع حصلت المفاجأة، أرباحي بدأت تزيد عن خسائري. وهنا عرفت إن الطريق اللي ماشي فيه صح. كنت بشوف السوق بمنظور مختلف، كنت بقضي ساعات يوميا أدرس التحليلات، أفهم الأخبار الاقتصادية، وأحسن استراتيجيتي. في الشهر السادس الأرباح ابتدت تتضاعف، بقيت واثق أكتر. لكن في نفس الوقت كنت عارف إن السوق ما بيرحمش، وإن السر الحقيقي للنجاح هو الانضباط والاستراتيجية، مش الحظ ولا الصفقات العشوائية. اللحظة اللي غيرت حياتي، بعد سنة واحدة بس، الرقم اللي كنت باشوفه في أحلامي بقى حقيقة، مليون دولار في حسابي البنكي. مش مجرد رقم، لأ، ده كان أكبر إثبات إن الاجتهاد، التعلم والصبر يقدروا يغيروا حياة أي حد. السر الحقيقي مش الفلوس. أيوه، الفلوس مهمة، بس النجاح الحقيقي مش إنك تكسب مليون. النجاح هو إنك تبقى شخص جديد، تفكر بطريقة مختلفة، تقدر تتحدى الصعوبات وتكمل مهما كانت العقبات. لو عندك حلم ما تستسلمش. التعلم، التجربة، والاستمرار هما مفتاح النجاح. الحلم مش بعيد، لكنه محتاج منك تتمسك بيه لآخر نفس. جاهز تبدأ رحلتك؟